السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة هنعمل بقى طريقة خلية النحل الجميلة دي، او زي عيش البرجر يعني كده. نفس المقادير. هنجيب 3 كوبايات دقيق، هنحط عليهم كيس لبن بودر وكيس خميرة فورية وكيس بيكنج باودر و3 معالق سكر ورشة ملح بسيطة خالص. هنقلب الجاف مع بعض طبعا زي ما متعودين مننا. هنفضي نص الكمية دي في وعاء تاني وهنحط عليها هنحط طبعا نص الكمية اللبن والزيت والمية على كل بولة منهم. وجبنا معلقة كاكاو حطيناها في الدقيق ده عشان تطلع لونها غامق شوية، عشان هنحشيها شوكولاتة وكده. وبعدين هنخلط بقى نص المقادير هنا ونصها هنا، ونقعد نعجن فيها لمدة ربع ساعة. وبعدين شايفين طبعا بعد ما اتعجنت شكلها عامل ازاي. هنجيب نقطة زيت ونمسح عليها من فوق، ده اختياري طبعا. وبعدين هنجيب قماشة نغطيها ونسيبها من نص ساعة لساعة لساعتين براحتك، زي ما تطلع تخمر معاكي، وهتطلع بالشكل الجميل ده بعد ما تخمر. بعد كده هنقطعها حتت صغيرة، او زي ما انت عايزة القطع قد ايه هنقطعها زي ما انت شايفة كده. انا قطعتها كده قطع صغيرة. بعدين هفردها في الصينية اللي ادخلها فيها الفرن، بس هفردها حاجة بسيطة برضو كده واسيبها تخمر. انا هسيبها تخمر بقى لغاية ما تنفش خالص، ايوه زي ما انت شايفين كده. وبعدين هنجيب اول لما تخمر هنجيب طبق نحط فيه بيضة او صفار بيضة، وبعدين هنحط شوية لبن ونخلطهم وفانيليا، ونخلط كده نضربهم مع بعضهم وندهن وش الخلية بتاعتنا. وبعدين هندخلها الفرن لمدة نص ساعة كده، لغاية يعني حسب الفرن بتاعكم كده، لغاية ما تستوي معاكم يعني، والوش بتاعها يحمر ويبقى شكله جميل كده. وفي الاخر تطلع معانا هشة وطرية زي ما انتم شايفين كده. طبعا نأسف على المنظر ده علشان انا حشيتها شوكولاتة، وده المفروض ما كانش يتعمل لما تطلع يعني، بس هي طلعت جميلة جدا وطعمها تحفة وهشة زي ما انتم شايفين كده. لو عجبتكم الطريقة اكتبولي في الكومنتات، ولو عايزين اي وصفة جديدة اعملها لكم اكتبولي في الكومنتات، ودعموني باللايك وشير. ومع السلامة يا حبايبي، واشوفكم في فيديو جديد.